زي ما بيجيبوا لعيبه كبيره وبيجيبوا مدربين كبار، الهلال السعودي يتواصل مع اسطوره حراسه المرمى اوليفر كان من اجل ان يكون المدير التنفيذي لنادي الهلال. اوليفر كان كان مدير تنفيذي سابق لنادي بايرن ميونخ الالماني. جادون سانشو يرفض الاعتذار لإيريك تنهاج، وبناء على ذلك اللعيب بيتدرب مع فرق الناشئين في النادي. خلاص سانشو مش هيبقى موجود بنسبه كبيره في مانشستر يونايتد، والامور بتسير من سيء لأسوأ، وتتوالى مشاكل إيريك تنهاج مع لاعبي مانشستر يونايتد. بعد أن كان قريبا من الانضمام إلى بايرن ميونخ في آخر أيام الانتقالات الصيفية، جواو بالينها يجدد تعاقده مع فولهام حتى عام 2028، وأيضا فولهام يجدد تعاقده مع هاريسون ريد لاعب الفريق حتى عام 2027. بعد أنباء خروجه عن الفريق في الصيف وأيضا اقترابه من بايرن ميونخ، ولكن النهارده نادي مانشستر سيتي بيعلن تجديد تعاقده مع المدافع الرائع جدا كايل ووكر حتى عام 2026. دراكسلر قريب جدا من الانتقال إلى النادي الأهلي القطري. الدوري القطري بدأ يستقطب عديد من النجوم العالميين أيضا. سو لانكي لاعب بورنموث يجدد تعاقده مع الفريق حتى عام 2027. نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مهتم جدا بضم كفارة تسخيليا اللاعب الجورجي لاعب نادي نابولي الإيطالي الصيف القادم. حسب الجازيتا دولو سبورت الإيطالية، فترة إيقاف بول بوجبا في حالة ثبوت تعاطيل المنشطات 4 سنوات كاملة. بوجبا أصلا في حياته كلها ما لعبش 4 سنين على بعض بسبب الإصابات. يبدو أن المنتخب النرويجي سيكون قادم وبقوة. هالاند، أنطونيو، أوديجارد، منتخب هيبقى قوي جدا الفترات القادمة.